الصواريخ اللي وقعت في العراق ايضا مهزله. تفضل، هاي كيف تفسرها؟ هذه كيف تفسرها؟ ما عندنا بيانات رسميه احنا عن نوع الضربه وقوه الضربه و لماذا هذا الكتمان والتعتيم على الاخبار يعني. وناتي الى ان نفند يعني عسى ان نصل بتحليلنا الى فد شيء معقول يقتنع به المشاهد على الاقل. احنا ما عندنا الان فقط تصريحات. وعندنا صواريخ ساقطه على الارض العراقيه لحد الان. خليه الاعلام الامني او الجهات المسؤوله ما شرحت لنا هذه الصواريخ منين، اسرائيليه، قسم يقولون لا هاي ايرانيه مضادات جويه. والاخبار متضاربه بشكل. ساعود لك الى ما قبل حوالي 43 عاما. في سنه 81 اسرائيل قصفت مفاعل تموز النووي. انا كنت شاب بصفو الكليه. حتى التلفزيون العراقي كانت القناه الاولى والقناه الثانيه يعني 7 و9 كانوا يسموهم. انقطع البث تماما. كان وقت غروب، انقطع البث تماما عن التلفزيون العراقي الثوري. وصارت الضربة على مفاعل تموز اللي موجود بالتويثة يعني بالمدائن. ثقي ما حد يعرف من الحكومة العراقية شنو هاي الضربة، إلى أن إسرائيل أعلنت بأنه ترى إحنا ضربنا المفاعل. يعني لديهم قابليات حين ذاك على إيقاف كل أنظمة الرادار اللي موجودة. مع العلم كان العراق مطور تقريبا، وقفوا حتى التلفزيون العراقي. الآن يعني أنا يمكن أول تحليل قلت الضربة أتت عن طائرات الأف 35 الشبحية. صح هي 2800 كيلومتر مداها، لكنه ممكن أن تتم عملية إرضاع جوي بالمنطقة، أو ممكن أن تطير من الخليج. ما حد يعرف يعني. ما أكو فد إسرائيل عندها تكتم عالي جدا. المؤسسة العسكرية لديهم يرون بأن هذه الأمور طي الكتمان، بعد ذلك ينقلوها. لكن هم متخوفين من الثرثار نتنياهو، لأنه إذا كانت الضربة مؤثرة لا يسكت نتنياهو، فورا يصرح بأنه إحنا ضربنا وكانت إصابات مباشرة. إيران بتفسيراتها يعني تقول 3 طيارات هاي الكوادلابتر ما أعرف اسمها، هاي المروحيات مان الصغار اللي ما توصلها يعني مسافات. طيب إذا كنتوا تصرون بأنه على هذا الموضوع، هل أنتم مخترقين إلى الحد اللي أنه يطيروا لكم طيارات من داخل إقليم أصفهان؟ حسب ما كان معي أحد المحللين فجرا، أنه يطيرون عليكم طيارات من داخل إيران ويقصفون داخل إيران. طيب هاي الصواريخ اللي وقعت في العراق عندنا مال منو؟ هو هذا يقول إسرائيلي إيش وصله يمنه؟ وقسم شهود عيان يقول كانت منتجها من إيران، مضادات جوية كانت على الحدود الإيرانية وسقطت بالعزيزية وبالصويرة. تريد لك بلد منهم يذكر حقائق باستثناء. احنا منتظرين موقع المونيتور ذكر، ويمكن نيويورك تايمز تطرقت إلى هذا الموضوع وبعض الوكالات الأجنبية. لكن كبيان دولة نحن في الساعة كذا تعرضنا إلى هجوم وكان ماكو. هذا سببين: يا أما مجهولية الهجوم والتكتم على الخسائر، يا أما فعلا هو ماكو هجوم. يعني ماكو غير تحليل. يعني لأنه ما عندك أشياء من حكومات صادرة تستند عليها. كل الجماعات عايشين على التصريحات وعايشين على يعني. تفضل هسه بالسبتايتل: المسألة الأمن القومي الإيراني لم يقع أي هجوم خارجي على أصفهان. تفضل، هاي كيف تفسرها؟ هذه كيف تفسرها؟ زين. طيب إسرائيل، بينما إسرائيل وزير الأمن مالتهم والله يقول إنه كان هجوم لكنه مهزلة. طيب أستاذ سرمد، مهزلة هي فعلا مهزلة. وحتى الصواريخ اللي وقعت في العراق أيضا مهزلة. هاي المهزلة الأكبر، خليها ببالك. أنا المهزلة الأكبر أراها هاي الصواريخ اللي لحد الآن ما نعرف منين اتجاهها وين الرادارات اللي احنا قلنا. أنا يوميا أصيح بأنه عندنا رادارات عالية التردد. زين، وين الرادارات؟ وين يعني هاي مشكلة.